خلينا نبدأ بسؤال واحد بس، ازاي شخص ثروته 3 مليار دولار لسه بيستخدم ايفون 12 وفي نفس الوقت في ناس بتستلف عشان تشتري ايفون 17 برو ماكس او سامسونج جالاكسي اس 25 الترا؟ مين فيهم فاهم هو بيعمل ايه؟ الفيديو ده بنسبة كبيرة هيوفر لك فلوس كتير وكمان هيغير لك نظرية انك تغير موبايلك كل سنة. اهلا بيكم، معاكم ميجو. الصورة دي اول ما نزلت عملت ضجة كبيرة، شخص ماسك ايفون قديم وحواليه ناس كتير وواضح انه شخصية مهمة. ده بيكون تميم بن حمد امير دولة قطر، وبيكون عنده 46 سنة وبتكون صافي ثروته 3 مليار دولار. امير قطر كان يقدر يشتري اجهزة كتير من ايفون وسامسونج وجوجل كمان، بس مختار ايفون 12. ليه بقى؟ عشان هو الموبايل ده بيلبي له احتياجاته. بص هديلك مثال في حالة لو انت بتفكر تشتري موبايل جديد. اصل لو انت بتتفرج عليا دلوقتي يبقى انت اكيد شخص من اتنين، يا اما شخص مش بيشتري موبايل جديد كل سنة ومستني تسمع رأيي، يا اما انت شخص كل ما ابل او سامسونج او جوجل نزل موبايل جديد بتروح تشتريه. اهم حاجة بس عندي دلوقتي ان انت تبعد عن اي اعلان لاي موبايل انت عايز تشتريه، او حتى ما تنزلش تمسكه في الستور وتقول بس انا هجرب مسكته في الايد، وهقول لك ليه برضه. انا شايف ان الموبايلات الجديدة دي معمولة للناس اللي موبايلاتها قديمة، والموبايلات دي فعلا مش قادرة تواكب السرعة بتاعت التحديثات والتطبيقات. مثلا انا عندي حد في اسرتي بيستخدم ال 13 برو ماكس، وواحد صاحبي بيستخدم ال 12 برو ماكس. دول بيستخدموا التليفونات دي في 2026 لسه، ولما بسأل اي حد فيهم واسالهم الموبايلات دي اخبارها ايه معاكم بيقولوا لي حاجة واحدة ثابتة، والله هو الموبايل زي الفل، بس ده ما يمنعش ان اكيد نفسي في الاحدث، وهو ده اللي الشركات بتلعب عليه. وعشان كده قلت لك ابعد عن اي حملات تسويقيه او اي ستور للموبايل اللي انت عايزه. دلوقتي بس خليني اسالك سؤال واحد صريح، انت عايز موبايل جديد ليه؟ موبايلك بطيء، بيهنج، بيقفل لوحده، البطاريه بتاعته ما بتكملش بقيه اليوم، ولا انت بس زهقان وعايز تبقى اب تو ديت وتمشي ورا فكره الترند؟ الحقيقه ان معظمنا مش محتاج موبايل جديد، انت بس فاكر كده. واوعى تفتكر ان العيب فيك او انت اللي تفكيرك غريب، لا خالص، دي نتيجه تسويق اتطورت على مدار سنين، واللي بتوصلك لمرحله ان انت حاسس ان موبايلك ده انتهى حتى لو انت شاريه السنه اللي فاتت. الموبايل اللي السنه اللي فاتت اللي الشركات دي طلعت بيه السما وقالت ان هو احسن موبايل في العالم، بمجرد ما عدى عليه كام شهر خلاص بقى فيه موبايل اجمد منه بكتير. وكل ده عشان ايه؟ عشان ضافوا لك كام ميزه بس بصوت في الموبايل الجديد. دفعت لهم السنه اللي فاتت 1200 دولار، وكمان بعد كام شهر عايزني ادفع 1200 تاني؟ او حتى يا سيدي تبيع اللي معاك وتزود عليه وتجيب الاحدث، برضه الفرق في السعر بيبقى كبير. ده الاضافات اللي بنسميها اضافات اساسيه موجوده في اكتر من 5 ايفونات فاتوا. ابل كل شهر سبتمبر بتنزل ايفون جديد، وسامسونج كل شهر يناير او فبراير بتنزل جالاكسي جديد، وفي الاغلب بيبقوا الاصدارات شبه بعض وما بيبقاش في فرق كبير، الا ما هو شويه تطويرات بسيطه في الكاميرا او في البطاريه او حتى في الاي اي فيتشرز. وبعد كل ده يقول لك جيم تشينجينج، خلاص اللعبه اتغيرت، ابل منزله موبايل غيرت في الشكل فهي كده خلاص دمرت الدنيا. طب بصيت للفرق، مفيش فرق كبير قوي عن الاصدار اللي قبله. في تحسينات بس مش انت الشخص اللي اشتريت مثلا 16 برو ماكس تروح تشتري ال 17 برو ماكس. وخلي بالكم انا كلامي موجه للشخص ده. فتعالى بقى في الاستخدام اليومي، هتلاقي الاصدار القديم بيفتح السوشيال ميديا عادي، بيصور عادي، بطاريته بتقعد لاخر اليوم عادي، الشاشه حلوه، الالعاب الطبيعيه بتشتغل على الموبايل. يبقى ليه تدفع اكتر من 1000 دولار؟ عشان ايه؟ عشان اقنعوك ان الجديد دايما احسن؟ لا، الجديد مش دايما احسن، الجديد دايما اغلى. ما تنبهرش بارقام الكاميرات ال 200 ميجا بكسل، انت في الاخر هتصور صوره وتنزلها على السوشيال ميديا، ومنصات السوشيال ميديا ليها ليميت معين في حجم الصوره مش هترفع زياده عنه. شاشات الموبايلات اللي بتوصل الفريش ريت بتاعها ل 240 هرتز حلوه للجيمرز وكل حاجه، بس كمستخدم طبيعي ملهاش اي لازمه. ده حتى الشاشه ال 120 هرتز انا كمستخدم نقلت من الايفون 11 برو ماكس للايفون 16 وما خدتش الشاشه ال 120 هرتز، برغم ان كان في فرق كميه موديلات كتير قوي. تخيل بقى بعد كل الاصدارات دي كلها انت خدت شاشه 60 هرتز برضه والموبايل بيتباع. طب هل هي ابل قصدها تخسر نفسها؟ اكيد لا طبعا. ابل عارفه ان الشاشه 60 هرتز مناسبه جدا للمستخدم الطبيعي وهتتباع، وانا هنا هو بتكلم ان انا مستخدم طبيعي مش صانع محتوى بقى وبركز في التفاصيل ومش عارف ايه، فرقه خالص. طب تعالى بقى هقنعك بحركه ابل عملتها عشان اعرفك ان الكلام ده حقيقي. اهم حاجه بس دلوقتي ما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب. الجمال بتاعك يا صديقي، يلا نكمل. ايفون 17 هو اكتر ايفون متكامل بشاشه 120 هرتز واكتر ايفون قيمه مقابل سعر. ابل لما لقيت النسخه دي عملت ضجه كبيره ومبيعاتها زادت عن المعدل الطبيعي بتاعت الفئه العاديه، قررت ان الفئه العاديه مش هيتم اصدارها مع البرو ولا البرو ماكس. وكل ده ليه؟ عشان ما ياثرش على مبيعات البرو والبرو ماكس، وهيتم اصدار الفئه العاديه في اول السنه اللي بعدها. والكلام ده اللي هيحصل مع ايفون 18 في شهر 9 الجاي.
وده كنت اتكلمت عنه في الفيديو بتاع تسريبات ايفون 18 برو ماكس، ان في شهر 9 الجاي هيتم اصدار ايفون 18 برو وايفون 18 برو ماكس وايفون الترا، وبقى في اول 2028 هيتم اصدار الفئه العاديه، وده عشان تدي لنفسها مساحه انها تقنعك بفئه البرو والبرو ماكس، وكمان تلعب على الشخصيه اللي ما بتبقاش قادره تتحمل ان هي لا انا لازم اشيل احدث ايفون، فبدل ما هتروح تشتري الايفون 18 هتشتري البرو او البرو ماكس فتكسب من ورا. انت بقى كمستخدم طبيعي مش هتعرف تفرق بين الشاشه ال 120 هرتز وال 60 هرتز، واعتقد ده سبب من ضمن الاسباب اللي مخليني كل ما اسال واحد معاه 12 برو ماكس او 13 برو ماكس او 14 حتى برو ماكس يقول لي الموبايل زي الفل. الشركات بتجرأك في ارقام ومصطلحات جديده عشان تحسسك ان انت ناقصك حاجه. الحقيقه ان موبايلك الحالي غالبا 80 او 90% من قوه احدث موبايل فلاج شيب هم بيعلنوا عنه، وهنا بتكلم عن ريلمي 15 برو، شاومي 15 تي، اوبو رينو 14، سامسونج اي 55، جوجل بيكسل 7a، ايفون 12، 13، 14. كل دي موبايلات بتتراوح سعرها من بين 350 ل 500 دولار. تخيل بقى ان الموبايلات دي بتقدم لك 90% من امكانيات الموبايل اللي ب 1200 دولار. كاميرا ادائها في المجمل كويس، الاداء والسرعه كويسين، البطاريه بتوصل لمرحله ان في اصدارات جديده بيبقى الموبايلات القديمه بطاريتها احسن منها، ده غير الموبايلات اللي بتقعد توصل لها تحديثات زي جوجل مثلا بتقعد توصل تحديثات لموبايلاتها لمده 7 سنين، وابل وسامسونج بتقعد لمده مثلا 6 سنين. فاللي عايز افهمه لك ان لو حصل مشكله مثلا في بطاريه تليفونك روح غير بطاريه، ما تغيرش الموبايل كله. ابل دلوقتي بتغير بطاريه موبايلاتها لبطاريه اوريجينال ب 100 دولار، احسن بكتير من انك تروح تشتري موبايل جديد ب 1200 دولار. اوقات كتير لما بتشوف حد معاه ايفون 12 او ايفون 13 مثلا بتحس ان هو معاه حاجه عيب، وده تقريبا الحاجه اللي بتدخلك في الدوامه دي. بس لو عايز فلوسك تعيش معاك فتره اطول وانت كنت اشتريت موبايل جديد، الاذكى انك تكمل بيه وتستخدمه كاداه مش رمز مكانه اجتماعيه. يعني لو معاك عربيه من 10 سنين الناس ما بتقولكش ايه العربيه دي وازاي انت ماشي بيها لحد دلوقتي، الدنيا بتمشي عادي. اشمعنى بقى في الموبايلات؟ طيب هدف الفيديو ده اني اطلعك باكتر استفاده ممكنه في انك توفر فلوسك. انا بقى لو قعدت كذا سنه ما اشتريش موبايل جديد، امتى لما اجي اشتري موبايل جديد؟ بص، في قاعده كده دايما الشركات بتعملها. ابل بتنزل موبايل كل شهر 9، وكذلك سامسونج ليها وقت معين، وجوجل برضو ليها وقت معين. شوف الشركه اللي انت بتحب تمسك موبايلاتها بتنزل موبايلات امتى، وما تشتريش قبل اصدار الموبايل الجديد ده بشهرين او 3، واشتري بعد اصدار الموبايل الجديد. يعني مثلا لو انا عايز اشتري ايفون، ابل بتنزل ايفون في شهر 9، ما اروحش اشتري ايفون في شهر 6 او 7 او 8، ولما عاوز اشتري بعد شهر 9. وده ليه؟ عشان الشركات قبل الاصدار الجديد بتحاول تعمل عروض وتقسيطات ومش عارف ايه عشان تحاول تخلص الاصدار القديم بتاعها. انت لو قررت في شهر 7 تشتري ايفون جديد، مجرد شهرين بس هيفرقوا معاك في الافات. مستني رايكم في الكومنتات، وعايز اعرف الموبايل اللي معاك نوعه ايه، وبتقعد قد ايه عقبال ما تحدث موبايلك. وكلمه على طول دايما اقولها لكم، لما تعوز تقرر قرر بده مش بده. سلام.